تحية لكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. وضع برنامج لزراعة أكثر من 2,000,000 شتلة في الإقليم الأوسط. بناء خزانات المياه تسهم في تعزيز التنمية المروية في لوكو عنسبة. التدريب على السلامة المرورية للعاملين في مجال التنمية الصيفية في الإقليم الأوسط. 9 قتلى في هجوم على مقهى في مقديشو. صدمة وإدانات دولية واسعة بعد محاولة اغتيال ترامب. وتركيا تعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في العراق وسوريا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو بأنه من المقرر زراعة أكثر من 2,000,000 شتلة في الإقليم هذا الخريف، وقال إنه سيتم زراعة 2,000,000 شتلة من أصل 2.9 مليون شتلة تم إعدادها ضمن خطة إعداد حوالي 3 ملايين شتلة في 9 مراكز الشتول، وذلك لتحقيق البرنامج. وأضاف أن البرنامج سيتم تنفيذه على مستوى الجهات الحكومية والشركات والاتحادات الوطنية، فضلا عن المؤسسات الدينية والمشجرين الأفراد وأفراد قوات الدفاع. وفي إطار ذلك أجرى أعضاء شركة ساوى للإسكان والتعمير أنشطة للحفاظ على المياه والتربة في 13 من يوليو استمرارا لحملاتهم الجارية منذ العام 2021 في منطقة مايدمنت. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الرائد هيلة سفاسلاسي لوكالة الأنباء الإريترية إنهم أعدوا 40,000 حفرة في 12 هكتار منذ عام 2021 وزرعوا شتول الأشجار، وقد نجح أكثر من 95% منها. وفي الوقت نفسه قام أعضاء الفرقة 84 بزراعة أكثر من 20,000 شتلة من أشجار ألبان في منطقة بيت قرقيس والمنحدرات الشرقية للإقليم الأوسط في حملة استمرت يومين الأسبوع الماضي. قالت إدارة شمال البحر الأحمر في 12 من يوليو في مناسبة التقييم النصف السنوي إنها ستكشف أنشطة الحفاظ على التربة والمياه التي يقوم بها الإقليم والسكان وأفراد قوات الدفاع. وأوضح في تقرير وزارة الزراعة أنه تم خلال 6 أشهر إصلاح نحو 17 هكتارا من قنوات الري بمديريات مصوع وقندع وفعبات وشعب، وأشار إلى أنه تم إنشاء وترميم حوالي 4.5 كيلومتر من مدرجات قنواتية في مديريات نغفة وقرورة وقندع وفعبته لمعالجة مساقط المياه، وتم إنشاء أكثر من 33,650 مترا مكعبا من الحواجز. إلى جانب ذلك تم الانتهاء من إنشاء سدود يمكنها تخزين حوالي 500,000 متر مكعب من المياه في مدقاق في مدينة أدوبحة، واتعقبت في مدينة نغفة، وقانات في مدينة قرورة، وزلت تقدم خدمات جيدة للمواطنين والماشية، ويجري إنشاء 5 سدود أخرى. أما تقرير وزارة الصحة فقد أكد بأن حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية قد حقق نجاحا بنسبة 94%، كما حقق توزيع فيتامين ألف نجاحا بنسبة 90%. بالإضافة إلى ذلك وبالتنسيق مع فريق أطباء البصر أجري 700 مواطن فحوصات عيون عامة، و444 أجريت لهم عمليات إزالة المياه البيضاء. وبعد مناقشة التقارير والخطط المستقبلية قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات لإيجاد حلول لمشاكل النقل والحد من التلوث الشاطئي، والعمل بالتنسيق مع هيئة الغابات والحياة البرية للحد من إزالة الغابات. وفي كلمتها الختامية قالت السيدة أسمرة أبرهة حاكم إقليم شمال البحر الأحمر إن أولويات الإقليم لا تزال تتمثل في بناء خزانات المياه والحفاظ على التربة، وأشارت إلى أن هناك خططا لإجراء دراسة الخرائط خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ذلك إلى تركيب ألواح شمسية لدفع أعمال التنمية. صرح مدير مشروع هيئة الاتصالات الإريتيل السيد أبراهام سفاسلاسي عن جريان أعمال نشر شبكات الهواتف الثابتة في مدينة عدخالة،
وأوضح السيد أبراهام أن الهدف الرئيسي هو توفير خدمات آمنة وفعالة للهاتف والإنترنت، وأثنى على أفراد قوات الدفاع لمساهمتهم الفاعلة في العمل بمساعدة الأجهزة. وقال رئيس عمليات البناء الإيرتيل المهندس هابتوم محري إن العمل هو الجاري بكفاءة استمرار للتوسع المستمر لخطوط الهاتف والإنترنت في جميع أنحاء البلاد. أفاد المزارعون إن السدود والحفائر التي يتم إنشاؤها في مديرية لوقو عن سبب مشاركة المجتمع وقوات الدفاع ظلت تساهم بشكل كبير في تعزيز الزراعة المروية. وأوضح السيد كحساي أملسون مدير ضاحية عدن أمن أن المنطقة بها أكثر البساتين انتشارا على مستوى المديرية. وأضاف أنه مع بناء السد تم إثراء المياه الجوفية وزاد تطوير البساتين من حيث العدد والنوع ولا سيما المعروض من المنتجات. وقال السيد إيوب تخل مريم المدير التنفيذي لإدارة ضاحية دبر عدهنس إنه ورغم سير أعمال البستنة بأعداد قليلة إلا أنه عدد المزارعين العاملين في البستنة زاد مع بناء السدود والحفائر. وذكر أنه جرى زراعة 115 بستانا في دبر وحدها وقد وصلت إلى مرحلة الحصاد 3 مرات في العالم. وقال المزارعون إنه على الرغم من أن منطقتهم مناسبة لزراعة الخضار والفواكه إلا أنهم يواجهون العديد من المشاكل مع انخفاض محتوى المياه الجوفية. وأضافوا أنه بفضل السدود والحفائر التي تم بناؤها بمشاركة المجتمع تم إثراء المياه الجوفية وأصبحوا قادرين على الزراعة طوال العام. تم إجراء تدريب على السلامة المرورية لمدة أسبوع بالتنسيق مع الجمعية الإيرتيل للسلامة المرورية على الطرق وشرطة المرور بالإقليم الأوسط لطلاب الحملة الطلابية الصيفية. وفي الحفل الختامي الذي أقيم في 15 من يوليو قال قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هيلي براخي أن التدريب سيساعدهم في تحقيق التوازن بين المشاة ومراقبة قواعد المرور الأساسية وكذا مراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان. ومن المنتظر أن يكون للمتدربين دور كبير في الحد من تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية على مستوى الإقليم. وقال رئيس جمعية السلامة المرورية على الطرق الإريترية السيد ستيفانوس هبت مريم إن الهدف من التدريب هو الحد من حوادث المرور وإنقاذ الأرواح. وذكر شرطة المرور في الإقليم أن الأشهر الستة الماضية شهد الإقليم تسجيل 2027 حادث مرور أسفرت عن 11 حالة وفاة و77 إصابة خطيرة و205 إصابات طفيفة. تقدم المراكز الصحية في مدينة كرن مساهمة جديرة بالثناء في تخفيف عبء العمل في المستشفى. وقالت الممرضة الماز مبرهاتو رئيسة المراكز الصحية بالإقليم لوكالة الأنباء الإريترية إن المراكز الصحية تقدم خدمات المراجعين والتطعيم والأمراض غير المعدية ومراقبة النساء الحوامل والتثقيف الصحي. وذكرت أن نسبة النساء الحوامل الخاضعات للمراقبة وصلت الآن إلى أكثر من 80%. وقالت إن الفحص الطبي لليرقان الذي بدأ عام 2004 كان فعالا للغاية لدى النساء الحوامل وتم توزيع 42699 لقاحا للوقاية من مرض الملاريا. وفيما يتعلق ببرامج التطعيم قالت الممرضة الماز أنه يتم إعطاء أكثر من 14 نوعا من اللقاحات وأن التغطية وصلت إلى 100%. وقالت إن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم يحرز تقدما جيدا، مشيرة إلى أنه سيتم بذل جهود جادة للقضاء على التدخين في الأماكن العامة. واختتمت حديثها بتذكير المواطنين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لهم ومتابعة وضعهم الصحي، حيث أن المراكز الصحية لديها ما يكفي من المعدات والموارد البشرية. توجد 6 مراكز صحية في مدينة كرن بما في ذلك مركز فحص طوعي واحد. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى بحسب ما ذكرت مصادر أمنية. وتزيد هذه الحصيلة ب4 قتلى عن الحصيلة السابقة التي قدرتهم ب5 قتلى
سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة خارج مقهى في مقديشو بحسب الشرطة. وأظهرت صور على الإنترنت يزعم أنها التقطت من مكان الحادث حريقا خارج المقهى في أعقاب الانفجار، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن كثيرا ما ترد أنباء عن هجمات تشنها حركة الشباب في مقديشو ومدن صومالية أخرى. عبر زعماء العالم عن صدمتهم جراء محاولة الاغتيال التي استهدفت المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أثناء تجمع انتخابي. فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا، وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالهجوم. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الكرملين يدين بشدة أي مظهر من مظاهر العنف بصفته جزءا من النضال السياسي. وتمنى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الشفاء العاجل لترامب. وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تضامنها مع ترامب. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب نهاية العمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وسوريا. وقال أردوغان: سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق، مؤكدا توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وتابع أردوغان متحدثا أمام خريجين شبان من الأكاديمية العسكرية في إسطنبول أن المنظمة الانفصالية باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا، وفي العراق وسوريا هي محاصرة بالكامل. وجاءت هذه التصريحات بعد تجدد العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق، والتي نددت بها بغداد هذا الأسبوع رغم تقارب في الآونة الأخيرة بين البلدين. يشار أن تركيا بدأت العملية الأمنية لضمان أمن حدودها مع شمال العراق، حيث تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية. أدت حرائق غابات هائلة تجتاح شمال شرق كندا تحت تأثير الرياح العاتية إلى إجلاء أكثر من 9000 شخص. وأصدرت السلطات أوامر لسكان مدينتي لابرادور وبابوش في مقاطعة نيوفولاند ولابرادور بضرورة مغادرة منازلهم فورا نظرا لشدة الحرائق. ويواجه سكان هذه المنطقة النائية في شمال مقاطعة كيبيك ضرورة الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد على 500 كيلومترا شرقا عبر الطريق الوحيد المتاح. أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الطقس كان مواتيا للحد من انتشار الحرائق منذ بداية الصيف، لكن البلاد تشهد حاليا ذروة الموسم. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وضع برنامج لزراعة أكثر من 2,000,000 شتلة في الإقليم الأوسط. بناء خزانات المياه تسهم في تعزيز التنمية المروية في لوكو عن سبب. التدريب على السلامة المرورية للعاملين في مجال التنمية الصيفية في الأوسط. 9 قتلى في هجوم على مقهى في مقديشو. صدمة وإدانات دولية واسعة بعد محاولة اغتيال ترامب. وتركيا تعلن نهاية وشيك العملية العسكرية في العراق وسوريا. انتهت النشرة.